يقول أبو مالك الآن يا مرسل نوب عني واذهب لأرض النشامى كم من قبيل أو قرناس من دار سلمان أعبر لحيث ما خاب ظني مسور بلاد السماحة بوقت دقات الأجراس وخص شاعر مخضرم سلام لخاص مني منير بن الظفاري شاعر محنك ونبراس شعر يجد البلاغة اي والله انه عجبني يسرد حروف القوافي ويقيس شعره بمقياس وتخبره كيف حاله يا مرسل بالتأني واسأل عن أوضاع شعبي وتلمس الوضع للناس يا ابن الظفاري أمانه وضع اليمن قد شغلني خلاني يمشي وأصبح أسبح في البحر غطاس ضبح وضايق وزهق يا قهر قلبي غبني على شعب حمير خلوه مكتوم الأنفاس 11 وزيدي وسني والشرعية حسب ظني والانتقالي معهم بحوس الوضع حواس ومؤتمرنا والإصلاح قد تحتهم 1000 جني لولاهم الشعب ما صار مذبوح بشفرة الأموال وعاد كلب الإمارات بيكره الناس مني إلى الانفصال بيدعم ويدي أرباع وخماس وخماخ مبالي في مقصد شي يعني يشتي يدمر وطننا ويهد دوره من السوس والمملكة لا اشتغلت هذا الذي زاد حزني من تحت لا تحت تقبص من دون عزة ونماس كل يبقى حكم شعبي بالسلم أو غصب عني وخلوا الحرب بشعل في كل جبهة ومتروس خلوا يمنا مساحة للحرب شيعي وسني وفقرونا وجابوا للكل ما يوجع الراس مسكين حال المواطن على جراحه يغني أصبح مشرد مجعجع مكسور نابه والضروس والبعض داخل بلاده يصح وضعه قهرني والبعض أصبح مشرد في المملكة وارض تكسور الكل أصبح مبهذل يا صاحبي لا تلمني لا صرت أشكي وأبكي يا محزمي قول لبوس ذمتهم بلاده راكب عليها الفجني ولا حساب شخص تافه من دون ذمة وإحساس والآن عندي سؤال لك جاوب سؤالي إلى ذني والآن عندي سؤال لك جاوب سؤالي إلى ذني وقول أنا ما انت عيد سالمي أنواب الجسوس
إن كنت تتابع يمينك الفوز لك صار معني، وإن كنت تتابع شمالك بيوقع الفوز بالروس. هذا الكلام المفصل موزون مختال وزني، جاوب لأني مناظر للرد في حد ملوس. ومهلتك اليوم هذا وشتي جوابك يصلي، جواب حالي ومفهوم ما فيه لا أنا ولا يوس. خاتمها أزكى صلاتي ينطق بها اليوم لسني على النبي ما روى له من الحديث ابن عباس، على النبي ما روى له من الحديث ابن عباس. الجواب من الشاعر بن الظفاري: رباه يممت أمري نحوك فلا تمتحني، يا من عليك التوكل للبطون انت عسى. رباه عونك ولطفك سالك إلهي تعني، يا رازق الناس أجمع وكافي أشكال وجناس. وحدك بتعلم بحالي فاصلح أموري وشاني، وجيراني يا إلهي من شر حاسد وسواس. وابعد يا حروفي من حرقة البال والناي، وتنهجري يا هجوس نعمل لنا اليوم معزوز. لا تحزني من ظرفي ذي صبحات في تدني، يكفيني اني مكيف والقات من بيت وهاس. مهن ثاني عاد اصبر مهما لنفسي امني، العافية ظهر اسمالي لو صابني ضيق وفلاس. ذي قال نيل المعالي ما هو بكثرة تمني، قالوا له ان المعالي ما هو ضربات وجاس. ما يبلغ المجد إلا من قالها ما يثني، ومن براحة تمني يسعى وراء رفعة الكاس. أما بروح المهمش بطول وقته يغني، مش داريين الضربة وكل ما هو من الناس. يشتاك تبقى مثيله حي القوافي تثني، واستنفر كل معنى من كل معجم وقرضاس. لا تستهيني بضيفي وبارك له وهني، تعبت من غاص بحره وتعبت الافكار بهسوس. قال الظفاري وحيا، قال الظفاري وحيا اللي بشعره قصدني، حيا رفيق المشاعر والشاعر الفارس الروس. ابن الحشف وابن الحشف ذا قد اصبح صيته يا فوق ابن جني، شاعر تهابه خصومه كالآن ديكار بثراس. ذي لا دخل أي ساحة ما عاد يفيد التجني، يدخلها باستضافة ما يوم داخلها تقنص. من حيث وكران ما راح شارس على الرفع مبني، ساس الشرف والبطولة دعاسة تشرور الأغلاس. قوم لو وظف النوايب تجعل وكاها يدني، ويصيبها الوهن مما
حل به من تنكات. يا صاحبي من السياسة تشيبت صوف دقني مما بها من وسخة كل شرب عقم الكوس. ما شيوره فوايد ما منها غير العني وكل ما قلت تهدى زادت الغاجة ورفوس. على بلاد وشعبية دمعة العين شني ويا ريا حلمنا يا غبي على كل دسوس. وهو الكل يحرص بقتلي من دون أي تأني والوضع حساس لكن ما كان الوضع حساس. لأجل المصالح فتني في قتل أخي قد فتني ومن عشق بنت مكناس بيصيبها في مكراس. شوف العدو في ترقب وردها بالتبني واصحابنا في غياغ بيتقارحوا مثل الانقاس. والختم يصلوا على من باسم الأخوة اختزلني وحثنا عالتواضع ونبطل الكل بعساس. وحثنا عالتواضع ونبطل الكل بعساس.